أديب جلال، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة جهاز تفتيش الشغل. الحضور ديالنا اليوم في الجبهة جاء لشيئين. الشيء الأول هو أننا بغينا نقول للحكومة الاجتماعيه، وللاسف ولات ان حكومه التراجعات ماشي حكومه اجتماعيه، بغينا نقولوا لها واش هذا القانون ديال الاضراب واش انه حكر عليكم نتوما، واش انه ما عندناش دابا حنا واحد النسخه رسميه لانها يمكن لها يمكن المواطن اولا يطلع عليها، يمكن الحقوق يطلع عليها، يمكن الرجل القانوني يطلع عليها، ويمكن المواطن العادي يطلع عليها. ولهذا بالنسبه لهذا القانون هذا فهو قانون ديال جميع المغاربه، ماشي قانون ديال الحكومه او النقابات اللي مثلا نقول تمثيل اكثر تمثيلا ماشي اكثر تمثيلا، او مثلا بالنسبه للمعارضه. هذا قانون لان الحكومه اليوم كتصيغه يمكن ليه يطبق عليها من هنا واحد 10 سنوات. ولهذا بالنسبه للعبه السياسيه هي هذه، اليوم راه حنا في الحكومه غدا راه حنا في المعارضه. ولهذا كنقولوا بالنسبه لنا لهاد الناس ديال الحكومه اللي كيصيغوا هذا القانون هو انكم خصكم انكم توسعوا واحد الدائره، وانكم تاخذوا بالاراء، وانكم خصكم اي ماده انكم خصكم تقولوا اليوم هي اننا كنحاولوا نحميو بها، ما نحميو بها الوطن، ما نحميوش بها شي حاجه اخرى. ولهذا بالنسبه لنا كان قانون الاضراب جا باش انه ينظم الاضراب، خصو يعرف بان الاضراب ما كيجي اليه الاجير كان مثلا كان في قطاع عام وقطاع خاص الا وتسد عليه جميع الابواب الحبيه، انه يعني كيدير الشهره، كيدير ملك مطلبي، كيمشي يلتجئ المشغل انه باش مثلا ياخذ الحقوق ديالو. ولكن للاسف انه ما كيلجا الاضراب ماشي رغبه انه يوقف المسيره ديال مثلا الانتاج او يوقف مثلا يوقف البلاد، ولكن خصو انه عنده واحد الحقوق خصها تسمع. ولهذا جينا نكبلوها يعني بالمدد مدى المدد ديال الاضراب ولا المدد ديال الملك المطلبي، ولاننا مثلا نهددوا الناس في الاضراب ولا نهددوا الناس بالاقتطاع. الناس راه ما بقاتش كتهدد بالاقتطاع، لان حنا مثلا مثال بسيط اننا حنا مثلا في الجهاز ديال تفتيش الشغل اننا عندنا واحد الملف مطلبي دابا 4 سنوات هو يعني ملاقي مع الحيط. واش حنا بالنسبه لنا لا لجنا للاضراب، هي مثلا الوزاره ديالنا الله يسمح لهم انهم يعني كيلجؤوا للاقتطاع، واش حنا هذا الاقتطاع غادي يدير 5 أو 6 سنوات او 6 مرات او 7 مرات انه ما خليناش نديروا اضراب؟ احنا كنا في اضراب يوم 20 نوفمبر، درنا اضراب 10 و11، ومازال ان شاء الله سنه 2025 غتكون سنه كلها ديال الغضب ديال الاضرابات. واش هذه الاقتطاعات زعما هي اللي تخلعنا؟ ما تخلعناش، ولكن اللي هذه يفرحنا هو انه بالنسبه لنا حنا ولا مثلا قطاعات اخرى هو انه ملي كيعيط لك الوزير او كيعيط لك واحد المشغل او كيعيط لك مثلا واحد رب العمل بصفه عامه قطاع عام قطاع خاص، كيطلب منك كيقول لك اجي هذا الملف المطلبي غنحقوا فيه اليوم ما هو اني، غنحقوا فيه متوسط المدى وعلى مثلا بعيد المدى. وبالنسبه للنقطه الثانيه اللي درنا عليها الندوه هو اننا بغينا نقولوا حنا ما بغينا ما كنقولوش يدينا مفتوحه لجميع التنظيمات ولا مثلا بغينا نديروا، لا، حنا هذا قانون ديال المغاربه، هذا قانون وطني، هذا قانون اللي غادي يمشي معنا واحد 30 40 سنه، لا حكومه ولا معارضه ولا نقابه يعني اكثر تمثيلا ولا اقل تمثيلا، ولا مثلا بالنسبه للمواطن العادي او المفكر او بالنسبه لرجل الجامعه، هادو كلهم خصهم يكونوا ماشي كنقولوا ضد هذا القانون، ولكن يخرج واحد القانون يعني مثلا واحد التطلعات اللي مثلا كيبغيها المغرب. اليوم بالنسبه للملف مثلا ديال مثلا الكونديداتور مثلا الترشح ديال المغرب ديال مثلا تنظيم كاس العالم، هو راه خرج واحد التقرير اولي من بين الفقرات ديالو انه دعوه البلد اللي مثلا الكونديداتور اللي مثلا دافع الترشيح ديالو انه يكون مثلا يعطي الحقوق ديال الاضراب ويعطي الحقوق ديال العمال ويعطي الحقوق مثلا من المقاوله والمقاوله من الباطن، يعني فقره كبيره كتكلم على غاد يعني كتكلم على هذا الشيء. وحنا كنقولوا اليوم للحكومه شنو هو الجواب ديالك على هذا المثال؟ وهما نيتهم راهما في وسط منا في البلاد يعني كيديروا التقارير وكيرفعوا التقارير، واش ما هذا الشيء هذا اللي كيخرج اليوم في الاعلام واش ما كيسوقوا ليش الاخبار؟ ولهذا حنا كنرجعوا وكنمدوا يدينا بواحد الحاجه بواحد الوطنيه ان هذا القانون هذا قانون ديال البلاد، هذا قانون اللي هيبقى غادي معنا واحد 30 40 سنه اللي هيدير فيه يدو يخلي على شي ترحم. وشكرا. مصطفى جاعة، عضو الجبهه المغربيه ضد قانون الاضراب والتقاعد. اليوم عندنا واحد الندوه صحفيه من اجل تنوير الراي العام على مستجدات المتعلقه بهذا القانون اللي كنعتبروه حنا قانون تكبيلي وقانون تجريمي للعمل ديال الحق في الاضراب اللي هو حق دستوري. الندوه اليوم طرقت بزاف ديال النقاط، لقاو بان المغرب ما وقعش على اتفاقيه 87 اللي هي الاساس بالنسبه للممارسه ديال الحق في الاضراب. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في هذا المشروع اللي ناقشناه هو انه فعلا قلص العدد ديال الناس اللي يقدروا يستافدوا يمارسوا هذا الحق في الاضراب، لهذا منهم غير بالناس اللي هما كيكونوا في النقابات الاكثر تمثيليه، في النقابات اللي عندها وضعيه قانونيه. حنا عارفين بان النقابات في المغرب عدد كبير ما كيحصلش على وصولات الايداع، وبالتالي انه جاز على عدد كبير ديال الحقوق ديال الناس اللي ما كينتموش للنقابات، الناس اللي كيبغيو يمارسوا الحق
يعني ديال الاضراب كما كان الممارسه قبل بدون ما يكون عندهم زعما شي انتماء. دونك هذو الاشكاليات الاولى. الاشكاليه الثانيه هو انه العقوبات الجنائيه اللي كنا حنا كنهضروا عليهم في القانون الاول 49 ماده من 12 ماده من اصل 49 واللي كانت كتجرم فعلا هذا الحق، دابا حاليا تيهضروا على الغرامات، ولكن كاينه الاشاره او الاحاله غير مباشره للعقوبات الجنائيه، وبالتالي ان مستقبلا ابقى نسمعوا بان تم ادانه شخص معين لانه مارس الحق في الاضراب، وهذه سابقه بالنسبه لنا احنا في المغرب. وما نساوش ان الاضرابات راه خص واحد النقاش عمومي لانه مهم جدا، لان ما نساوش الاضرابات الدور ديالها في تحقيق استقلال المغرب، الدور ديالها في هذه الجوله حنا كنعيشوا رغم السلبيات اللي كاينه ولكن التقدم اللي كاين من خلال الاضرابات، وبالتالي ان الاضراب فهو جزء من المجتمع الديمقراطي. وفي هذا اللقاء هذه يعني وصلنا الرساله ديالنا حنا، واكيد انه كنشكل واحد الضغط في اتجاه انه يكون واحد التعديل وواحد النقاط اللي هي ايجابيه اللي خصها تخلي الممارسه تكون في اطار ما هو دستوري، في اطار ما هي المواثيق الدوليه. مساله اخرى اللي كنركزوا عليها حنا اننا بالنسبه لنا نرفض الماده 288 ديال الجريم ديال الحق في الاضراب من خلال ان الحفاظ على حريه الاعمال. ومساله اخرى اللي هي نقطه هي مساله ديال اقتطاع الاجور اللي خلقت واحد الجدل القبليه اللي كاينه، وبغات تكون واحد المسيره واحد الشكل نضالي ميداني اللي غيضم جميع هذه الاطراف. وحنا فاتحين اليد ديالنا لجميع التنظيمات لان حنا كنعتبروا الحق في الاضراب فهو نقاش مجتمعي كيشمل الجميع باش يكون واحد الضغط اللي هو اكبر. كاين رساله موجهه واحد الرساله موجهه فعلا لان كاين دابا في الغرفه الثانيه النقاش على هذا القانون هذا، وكنحملوا مسؤوليه النقابات لان خاصها تحمل المسؤوليه التاريخيه ديالها وخاصه الممثله داخل مجلس المستشارين باش ما يتمرش هذا القانون، لان فعلا تمر فهو الاجهاز على هذا الحق الدستوري بصفه نهائيه. إدريس عدة، نائب الكاتب الوطني للجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، العضو في الجبهه المغربيه ضد قانوني الاضراب والتقاعد. اليوم جينا باش نتواصلوا مرة أخرى مع الرأي العام من خلال الصحافة الوطنية باش نشرحوا لهم الموقف ديال الجبهة اللي مازال يعني الآن كنعتبروا بأنه مشروع اللي مطروح اللي سماوه الصيغة ديال 24 ديال قانون الإضراب ديال 2024 كنعتبروه بالرغم من الدعاية المغرضة اللي كتدار حوله واللي كتحاول تاكد على انه كان موضوع اجماع، تناكدوا على ان الجبهه ما زالت ضد هذا القانون هذا، ومازال كتعتبر المشاورات اللي دارت في شانه مع بعض المؤسسات يعني الدستوريه هي مشاورات كانت تشكيليه لم تاخذ يعني المخرجات ديال هذه المشاورات بعين الاعتبار. كذلك الحوار الاجتماعي مع النقابات اللي كانت كتحاور النقابه الحكومه في هذا الموضوع كان حوار مغشوش لانه لم يؤخذ براي النقابات في هذا الموضوع كما كان متوقعا. وكذلك المشاورات اللي كانت في البرلمان لم تذهب على اساس انها تغير الجوهر التحكمي والتكبيري ديال هذا الاضراب. هذه حقيقه بغينا ناكدوها للراي العام، وكنأكدوها من خلال تأكيد أو تسليط الضوء على القضايا الخلافية اللي كانت عندنا مع الحكومة ومع البطرونة حول هذا القانون منذ 2016. هذه القضايا الخلافية لم يحدث حولها أي تغيير نهائيا، سواء تعلق الأمر بتعريف قانون الإضراب ما زال تعريفا يقصر مواطناته المواطنين ويلغي واحد العدد من أشكال ديال الإضراب المشروعة بحق يعني كذلك الجهة الداعية للإضراب. الجهة الداعية للإضراب هناك واحد يعني الفدلكة في طرح الجهة الداعية للإضراب بشكل اللي كيجعل من المستحيل أو من المتحكم فيه أنه تكون شي جهة داعية مستقلة داعية للإضراب صعيب عليها أنها تكون مستقلة على الدولة وعلى الباترونة وتدعي الإضراب. كذلك فيما يتعلق يعني بالصيغة ديال تنزيل أو تنفيذ الإضراب كاين يعني واحد العدد ديال الإجراءات اللي واخداهم يعني اللي كاين في النص القانوني اللي من شأنها أنها تمنع يعني يتم كسر الإضراب وإبطال المفعول ديالو من قبيل، وهذا الشيء مؤكد، من قبيل اللجوء للحد الأدنى، الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات اللي هو أسلوب معروف ديال كسر الإضراب عن طريق هذه الوسائل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.